السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات صابرينا. صحة فطوركم. اليوم ان شاء الله راح نعمل لكم التزيريات الحلويات الجزائريه التقليديه وسر نجاحها وكيف تجي داخل معسله ومعلكه. تجي رائعه جدا وسهله وبسيطه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونجوز الان للمقادير. عندي هنا 5 كيلات تاع الفرينه، قستهم بهذا الفنجان تاع الاتاي، وكيله هذه تاع المايزينا بهذا اللي قست فرينه ايضا، وهذا كيله تاع السمن. عندي الماء والماء زهر اللي راح نلم بهم، وعندي هنايا مغرفه تاع الفانيلا. اول حاجه راح نديرها نحط الفرينه تاعي، نضيف النشا. اذا بهذا الكاس قست 5 كيلات فرينه وهاد الكيله تاع النشا. نضيف لافاني. هايليك، هذه وصفه اصليه تقليديه تاع الجزائريات. نخلط المكونات الجافه مع بعضهم ونضيف السمن. السمن هذا لازم يكون برد شويه، ماشي تحطوه هو سخون مليح. ونبدا نبسس العجينه تاعي ونلمها وندلكها بين يديا مليح، بحيث انه الفرينه كامل راح تتشمخ وتدلك هكذا. بسوها مليح بيديكم. هايليك، بعد ما تبست كامل راح نبدا نضيف الماء والماء زهر ونشمخها. لازم تحصل على عجينه طريه. نبدا نلم بشويه هكذا. طريقه سهله جدا. هايليك، العجينه تاعي راح تجي طريه، وهاد العجينه كل ما ارتاحت بزاف كل ما خرجت رائعه. انا راح نخليها ترتاح مده 3 سوايع باش نبدا نخدم بها التزيريات ديالي. من الافضل ترتاح. بالنسبه للحشو، عندي 3 كيلات تاع اللوز مرحي. تقدري تستعملي كاوكاو تحمصيه وترحيه تاني، لكن باللوز تجي افضل. عندي كيلة تاع السكر، عندي حبه بيض كامله، وعندي هنا مغرفه تاع قشور القارص. السكر واللوز راح نديهم ونعاود نرحيهم مع بعضهم باش يجيني معسل كتر. اذا هنا راني رحيتهم كيف كيف. راح نضيف قشور القارص وندلكهم مليح. الان نضرب حبة البيض ديالي ونبدا نضيف بشويه حتى نتحصل على حشو يعني عقدة طرية تاني. انا استعملت هنايا حبة بيض مع صفار، يعني كلات لي حبة بيض مع صفار. نتوما ديروا على حساب الحاجة حتى تتلم لكم العقدة هادية. هاي كاني زدت الصفار لانه الحبة بيض كاملة ما كفتنيش. تحصلوا على عقدة طرية. دلكوها مليح بين يديكم. منها رانا ندوبو السكر. تشوفوا تقدروا تشكلوها هايليك وتجي طريه. راح نخليها هي تاني ترتاح باش يدوب السكر وتتعسل مده 2 سوايع، ولا نفس المده اللي راح ترتاح فيها العجينه تاعنا. وكل ما ارتاحت كل ما كان افضل، لانه هذاك السكر راح يزيد يدوب. الان نبداو
راني شكلتهم 25 غرام الحبة تاعي. العجينه تاعي انا راح نفتحها في الماشينه. انت الا ما عندكش ماشينه فتحيها بالحلال رقيقه. راح نفتحها في رقم 2 و3 و4 حتى تجيني رقيقه. انت فتحيها بالحلال، نسحق عجينه تكون رقيقه. هاي ليك. وراح نقطعها بهذه القطاعه. السمك تاعها 8 سنتيمتر باش تجينا مع الحبه تاع 25 غرام. هامليك. بالنسبه للتشكيل راح ندير الفرينه، نحط العجينه ديالي اللي قطعتها، وراح نحط الحشوه تاعي راني شكلتها كريه، نحطها مليح بهذا الشكل. ها ان شاء الله تكونوا راكم تشوفوا يعني طريقه سهله تاع التشكيل. بالكوردون بالعود الخشبي هذه نطلع ونقرص. هاي لك. نخلي بين كل قرصه يعني صبع. هاي لك بهذا الشكل. نطلع بالكوردون ونقرص. منها راني نخرج هذاك الهواء، ومنها راني نشكل في الدزيريات تاعي. هاملك طريقه سهله ونكملو هكذا. هي وحدها راح تترفد يعني تستمري هكذا وحدها تتشكل. هاملك هايليك. وتكملو هكذا حتى الاخر. تضغطي مليح على هادوك كي تقرصيهم، قرصيهم مليح. هايليك. بعد ما شكلناها انا راح نبدا نقرصها من الفوق باش نخرج شويه هذيك الحشوه، باش نعطيها الشكل متساوي هكذا. هاي لك الدزيريه ديالنا، وتكمليهم كامل بهذه الطريقه. هاملك طريقه سهله وبسيطه. هامليك الدزيريات راح ندير لهم اللوز من الفوق. الا ما عندكش اللوز تقدري تخليهم هكذايا. انا راح نغرسلهم حبات اللوز وما راحش نطيبهم دوكا، راح نخليهم يباتوا ليله كامله. بعد ما باتوا ليله كامله راح نطيبهم على درجه 160 يطيبوا على مهلهم ويتحمروا فقط من تحت. هاي لك الدزيريات العجينه رقيقه بزاف، ما تسحقش يعني طيب، ما تسحقش طيب مده طويله والا خرجت لكم يابسه. باش تجي معسله لداخل عندي هنايا شربات، عندي كاس سكر مع كاس ما غليتهم وخليتهم بردوا. راح نغطس الحبات تاعي، لازم تكون الشربات هديه بارده، ومن بعد نحطهم في عسيله هديه خففتها بما زهر تاني كيف بارده، تتشرب من هذاك الشربات ونرجعها للعسيله. الشربات يعني خلوها مدة 2-3 دقائق فقط، بصح في العسيلة خلوها، أنا خليتها مدة 2 سوايع تشربت بغردها هكذا.
هامليك الدزيريات تاوعنا بعد ما عسلناهم يخرجوا معسلين. هذا يوم بعد ما عسلتهم يخرجوا يعني العجينه طريه والحشوه داخل معلكه ومعسله. هامليك حلوه تقليديه جزائريه، ما نجوزوش العيد بلا بها. راح نوري لكم من الداخل كيفاه جات معسله. هايليك تجي لداخل معلكه وحتى العجينه طريه وخفيفه. هذه وصفه اصليه تاع زمان. هايليك ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصحة فطوركم وصحة سحوركم، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.